شفتوا كان هيتنصب عليها ازاي من واحد عارف كل بياناتها في البنك الاهلي؟ شوف كده. قاعده في امان الله بشتغل من شويه ولاقيه تليفون بيرن عليا. مساء الخير دكتوره مها، معاكي فلان الفلاني من البنك الاهلي. اهلا بحضرتك. بنأكد على حضرتك لازم تيجي تاخدي بقى الكارت الجديد، يعني الكارت انتهى. معلومه صحيحه ان شاء الله. وحضرتك نازل عليكي غرامه 950 جنيه عشان ما بتسدديش يعني في كارت المشتريات. صح، انا بقالي فتره. ايه المعلومات كلها صح دي؟ طيب معلش بس هقول حاجه على حاجه، ان نازل لك 120 الف نقطه بما يعادل 2221. تحبي حضرتك ينزلوا لك فين؟ على الحساب؟ قلت له تمام، ينزلوا على الحساب. طيب حضرتك هنعمل بس خطوات مع بعض عشان ينزلوا على الحساب دلوقتي. طب خلاص حضرتك يبقوا ينزلوا على الحساب. لا لا يا فندم، هينزلوا دلوقتي على طول. طب ايه الخطوات؟ هبعت لحضرتك على الانستا باي دلوقتي على طول على رقمك الرساله بان هو باعت لي جنيه، وحضرتك شايفه كلمه سند، دوسي على كلمه سند ودخلي اول 5 ارقام موجودين على الكارت، وهو اللي بيقول لي الارقام. فيلا يا فندم دخلي 4 5 5 وبيقول لي اول 5 ارقام. لقيت بعد كده بيقول لي يلا بقى ندوس كلمه سند، فكلمه سند لاقيه ان انا احول 45,000 للشخص ده. فبقول له ايه هو يعني ازاي يعني ادوس كلمه سند؟ ايه يا فندم، هو حضرتك شاكه فيا؟ لا ده انا ثانيه واحده بقى هثبت لك ان انا بنك اهلي. لقيته باعت لي مسج من البنك الاهلي. انا اول ما عمل كده رحت قفلت السكه في وشه. رجع يرن عليا 18 مره، رن 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 عشان ادوس كلمه سند. فيعني بجد احنا داخلين على ايام سودة، ربنا يرحمنا. فنخلي بالنا كويس قوي. ساعات الواحد كده بيبقى عايز يخلص وبيبقى في شغله ويعني يلا عايزين ايه ونخلص، بس لا ربنا يستر الحمد لله. ما شاء الله النصابين وصلوا لمعلومات داخل البنوك كمان. يا جماعه انا ما بزهقش من نشر الفيديوهات اللي زي دي، لان في حد قريب مني حصل معاه حاجه زي كده ومرتب شهر راح بسببها. لازم نوعي الناس حوالينا وخاصه كبار السن، لانهم اكتر ناس بيقعوا في النصبايه دي. ابعتها لي.